النهارده هكلمكم على مقبرة من المقابر اللي موجودة في المنيا، وتعتبر معروفة للبعض يعني بقصتها، وهي مقبرة إيزادورا. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. طبعا قبل ما ادخل لكم على المقبرة أكيد لازم أقول لكم المنطقة. طبعا هي المقبرة موجودة فين؟ موجودة في محافظة المنيا، بس هي موجودة بقى في منطقة تونا الجبل تبع مركز ملاوي، وكل ده موجود في محافظة ايه؟ المنيا. طيب، تعالوا نقول نبذة كده على المنطقة. طبعا نبذة بسيطة لأن المنطقة طبعا ليها تاريخ كبير من التاريخ المصري لحد بقى وانت ايه وانت طالع. بس ببساطة هي المدينة دي أو المنطقة دي كان بيطلق عليها باسم الأشمونيين، والاسم ده ليه اشتقاق أو ليه أصل. لأن كان لو بصينا لأصل الكلمة، كان الاسم بتاع خيمينو بالنسبة في الحضارة المصرية، بعد كده في القبط شيمينو، بعد كده اشتق منها العربي أشمون، وبعد كده الاسم بتاعنا اللي بنقول عليه الأشمونيين. تمام. طيب، واسم الأشمونيين ده بمعنى التمانية، فنقول عليها مدينة التمانية. طب ليه؟ لأن أصلا ببساطة لأن المنطقة دي تعتبر منطقة مقدسة، لأن كان في حاجة اسمها من ضمن حاجات في الحضارة المصرية حاجة اسمها نظريات الخلق أو بدء الخليقة. فكان في كذا نظرية في كذا حتة، فمنها في المنطقة دي. تمام. وباختصار او ببساطه يعني من غير ما نخش في تفاصيلها، ان بيقول لك يعني ان 4 معبودات تزوجوا من 4 معبودات تانيين، يعني ذكور اتجوزوا اناث وهكذا. فمنها جت النظريه دي، فمنها جه الرقم ايه 8. ده ايه ده ببساطه وباختصار. طيب، بالنسبه لكلمه طول الجبل، لو بصينا عليها في النصوص المصريه هنلاقي طول الجبل ان ليها برضو كان اصل. يعني كانت تسمى طا حنت، وطا حنت بمعنى البركه او الفيضان. بعد كده في اليوناني طا ونس. تمام. بعد كده في القبطي توني. تمام. بعد كده يعني الكلمة خدت بقى وضعها. بعد كده في العربي تونة الجبل، نسبة اللي هي منطقة صحراوية بها جبال. تمام. فده ببساطة اللي هي أصل المنطقة وتفسيرها. وعايز اقول لكم ان الاشمونيين، منطقه الاشمونيين دي او المنطقه نفسها كانت بتنقسم على فكره لمدينتين. يعني مش هي ما كانتش منطقه واحده كامله، لا دي كانت مدينتين كانوا موجودين. في حاجه اسمها اشمون الشرقيه، ودي مدينة الأحياء. وحاجة اسمها أشمون الغربية، ودي المدينة الخاصة بإيه؟ بالأموات. لكن طبعا احنا مش هنتطرق إيه لتفاصيل كتير جدا. طيب، بالنسبة في العصر اليوناني، لأن المقبرة طبعا اللي احنا هنتكلم عنها مقبرة طبعا يعني تعتبر إيه مش في الحضارة المصرية بشكل كبير. المنطقة أصلا دي كانت مقر المعبود الرئيسي اسمه المعبود طاحوت، والمعبود طاحوت ده كان شكله وهو يعتبر نوع من الطيور من فصيلة أبي منجل. تمام. أبو منجل أو أبو أردان، يعني هو مش من نوع، هو مش زيهم، لا هو من الفصيلة بتاعته. تمام. فالمنطقة دي كانت تعتبر منطقة مقدسة كبيرة جدا. ولما جم اليونانيين، وطبعا اليونانيين كان طبعا لما جم في مصر وخاصة عندهم فكرة بقى اللي هو التقرب بالمصريين، وفكرة حاجة اسمها امتزاج الثقافات، وده اللي هتشوفه على فكرة في المقبرة. حبوا طبعا يعملوا الكلام ده، فجم كان اليونانيين عندهم المعبود اسمه هرمس. وهرمس ده يعتبر كان مختص بالكتابة، وطاحوت برضو في الحضارة المصرية مختص في الكتابة. فالمدينة بعد كده بقت خاصة بطاحوت وهرمس، فكان المدينة اتعرفت في اليونان باسم هرموبوليس يعني مدينة المعبود هرمس. عشان كده بعد كده ايه المنطقة أصبحت منطقة مقدسة. عشان كده هتلاقوا في المنطقة دي عدد مقابر كبير جدا، لأن الناس كانت حريصة وكله كان حريص يقول لك أنا عايز أدفن هنا، لأن هنا ده مقر المعبود طاحوت أو المعبود هرمس، فيعتبر منطقة مهمة جدا ويعتبر حاجة كبيرة، فكله كان بيدفن هنا. عشان كده هتلاقوا المنطقة يعتبر فيها مقابر كتير وفيها حاجات كتير جدا. طيب، من خلال ال الاستكشافات الأثرية بدأت على فكرة الحفائر الأثرية في المنطقة على إيد بعثة فرنسية. والكلام ده سنة 1911، يعني تعتبر بداية المنطقة، أو نقدر نقول إن البعثات والحفاير والاطلاع على المنطقة 1911 من خلال بعثة فرنسية. بعد كده الدنيا اتغيرت. جالنا بقى إن في حاجة اسمها الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة بقيادة الدكتور سامي جبرة. ويعتبر الدكتور سامي جبرة من الدكاترة الكبيرة جدا اللي يعني بذلت جهد كبير ومجهود كبير جدا عشان تقدر اللي هي طبعا يعني تستكشف الاستكشافات في المنطقة بشكل كبير، وبالفعل حقق إنجازات كبير جدا. يعني مثلا من 1931 لحد 1935 بدأ يكشف بقى مقابر مختلفة وحاجات مختلفة، وبعد كده الاستكشافات بدأت تيجي أكتر وأكتر.
ومن خلال استكشافات الدكتور سامي جبرة والناس والعلماء اللي جم بعد كده، توصلنا ان منطقة تونة الجبل هي فيها مقابر كتير، بس كل مقبرة او المقابر دي ليها ستايل. يعني ايه كل حاجة ليها ستايل؟ يعني عرفنا ان في مقابر كانت واخدة شكل المعبد، يعني كأنها متصممة بشكل معبد. وفي المقابر واخدة شكل البيوت، ودي اللي هنتكلم عنها اللي هي مقبرة إيزادورا. تمام. وفي مقابر واخدة شكل السراديب، بنقول عليها المقابر البئرية، لأنها عاملة زي البير كده نازلة لتحت. ودي كان خاصة بالمعبود تحوت، يعتبر حاجة مقدسة. وفي مقابر كانت واخدة الشكل الهرمي. احنا هيبقى كلامنا على المقبرة المنزلية اللي هي الخاصة بإيزادورا، بس أنا حبيت طبعا اقول لكم بالنسبه للتفاصيل او الحاجه بالنسبه للمنطقه. طيب، لو جينا بقى على ايزادورا نفسها، طبعا احنا عارفين ان قصه ايزادورا وبنسمعها كتير جدا. وكلمة إيزادورا تعني هبة إيزيس، ويقول لك دي عشيقة الحب. طب ليه قالوا عليها الكلام ده؟ ويا ترى الكلام ده صح ولا لأ؟ طبعا احنا اللي لازم نثبته ولازم نعرفه للناس. بكل بساطة، هي إيزادورا طبعا هي بنت حاكم إقليم، يعني كان أبوها حاكم الإقليم ده، وهي تعتبر طبعا كانت موجودة في المكان ده. تمام. بكل بساطة، أو القصة اللي بتقول إيه أو المتداولة إيه، بيقول لك إن إيزادورا البنت دي كانت رايحة في احتفالات خاصة بالمعبود تحوت. تمام. خرجت يعني من المكان بتاعها في الاحتفالات دي عشان تشاهد الاحتفالات أو تشوف الاحتفالات. فشافت ضابط مصري أو جندي مصري أيا كان بقى، هو يعتبر شخص مصري. فأعجبوا ببعض وبدأوا يتكلموا وبدأوا يتقابلوا كل شوية، وبدأوا يقولوا بقى وبتاع، لحد لما جه في مرة والدها شافها، فشاف وقال لها ما ينفعش نختلط بده، فمنعها وقعدها في المكان بتاعها يعني. ومنع الضابط المصري اللي هو يشوفها. فالبنت اتضايقت، فقررت اللي هي تهرب من الجنود. فلما هربت شافته، كانت واخدة قرار اللي هي تنتحر. فهي شافته مرة واحدة وودعته، وبعد كده وهي راجعة انتحرت أو رمت نفسها يعني، تمام، في النهر. فوالدها عشان كان حزين عليها عمل لها المقبرة دي. وكان كل شوية حبيبها ده أو خطيبها أيا كان بيجي عشان يقدر يولع يقعد في المكان ده للذكرى بتاعتها أو يتذكرها دايما باستمرار. دي بالنسبة للرواية من الروايات اللي اتقالت. بالنسبة لرواية تانية يقول لك لا، هي ما انتحرتش، هما بالعكس دول اتقابلوا مع بعض، ووالدها كان موافق ورحب وقابل الشخص ده وقعدوا مع بعض. لكن البنت وهي كانت بتعدي له الناحية التانية حصل قضاء وقدر، فالمركب غرقت، فهي غرقت وماتت. تمام. ده الكلام اللي دايما بنسمعه او اللي بنسمعه دايما بالنسبه لايزادورا والقصه بتاعتها. لكن حابب اقول لكم، وان شاء الله اللي هنثبته، ان الكلام ده كلام مش صحيح. تمام. وان يعتبر فيه اقاويل خاطئه، وان الكلام ده ليس له اساس من الصحه. وده اللي احنا هنتكلم عنه. بس قبل ما ادخل لكم بقى في الصح ايه او اوضح لكم، طبعا لازم نشرح المقبره، عشان بناء عليه من المقبره دي احنا هنتكلم ونوصف ونحلل الموضوع ده. تمام. طيب، لو لقينا المقبره هنطلع لها. طبعا المقبره معموله، طبعا المقبره واخده ستايل البيوت زي ما احنا قلنا، معمولة من الطوب اللبني. تمام. ومعظم أجزائه مطلي باللون الأبيض من الداخل والخارج، يعني الأجزاء هو معمول من الطوب اللبني بس أجزائه مطلية باللون الأبيض من الداخل والخارج. لو أنت طالع المقبرة أنت طالع سلالم كده بشكل رأسي، يبقى أنت أول حاجة بتطلع المقبرة بشكل رأسي. أول ما بتخش المقبرة عندك بتتقسم لغرفتين أو صالتين، يعني بمعنى بسيط متساويتين. غرفة حاجة اسمها الغرفة الأمامية، وحاجة اسمها غرفة الدفن. تمام. طيب، لو بصينا للغرفة الأمامية دي مش هنلاقي فيها حاجة، يعني مش هنلاقي فيها غير نقوش، ودي اللي هنتكلم عنها لأن دي المهمة. وشوية زي حنيات كده أو فتحات، ودي ليها أهمية وهنتكلم عنها من ضمن الحاجات اللي احنا هنقولها. تمام. ولو دخلنا لغرفة الدفن، غرفة الدفن دي ليها تسمية تانية بالنسبة لليونانيين لأنها مختلفة بالنسبة للحضارة اليونانية، وهقول لكم عنها برضو. هنلاقي إن غرفة الدفن واخدة ستايل مختلف. هنلاقي إن إيزادورا موجودة قاعدة تمام على السرير، بس متغطية طبعا بشكل إزازي، وما كانش ده المكان بتاعها. هي كانت قاعدة طبعا في المكان اللي هتلاقوه واخد شكل الحنية ده أول ما تخشوا، يعني بصوا أول ما تشوفوا كده، ده مكان محفور طبعا في الجدار نفسه وعامل زي شكل الحنية، نقول زي المحراب، بس طبعا ده مش محراب، هو واخد شكل الحنية كده. تمام. في الجدار بتاعه. تمام. مرتفع عن الأرض كده بحوالي متر وشوية. تمام. هنلاقي إن الجزء العلوي من الجدار ده في شكل الصدفة، وكل ده هنحكيه وهقول لكم التفاصيل ايه والقصة ايه وايه السبب الصدفة والكلام ده.
تمام. وهنلاقي ان في عمودين بشكل حلزوني موجودين ايه على في الجنبين بالنسبه لايه لغرفه الدفن. وهنلاقي كمان ان اصلا الستايل بتاع الحنية والشكل ده اصلا موجود في كذا مقبره، وركزوا في الحته دي بالذات وخاصه في كوم الشوافه. طيب لو بصينا على موميا ايزادورا هنلاقي ان ايزادورا قاعده بشكل طبيعي خالص، وهنلاقي اصلا ان كان وشها متغطي اصلا بقناع كرتوناش او كرتوناش ده اللي هو زي غطاء رأس كده، زي فكرة الأقنعة في الحضارة المصرية، بس هو كان غطاء رأسي بيتعمل من طبقات قماش وكتان وطبقات من الجس، وكان بيتحط عليه، وكان عليه بعض الحاجات الخاصة بالحضارة المصرية أو الطابع المصري. وكانت لابسة على فكرة في إيديها الشمال خاتم. ومن خلال الاستكشافات اللي تمت في المكان وجدوا في الركام بتاع المقبرة عملات معدنية. وعملات معدنية دي اكتشفوا إن هي بترجع لعصر اتنين من الأباطرة كانوا موجودين، عصر الإمبراطور هيدريان ده في العصر الروماني، وعصر الإمبراطور برضو في العصر الروماني اسمه أنطونيوس بيوس. تمام. وده من خلال كده وتوصلنا أو نقدر نقول إن الدفن حصل والكلام ده حصل في العصر الروماني، وخاصة في الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي. يعني نقدر نقول في فترة كده حوالي 1000 إيه أو آسف حوالي فترة كده 125 إيه ميلادية. ده بالنسبة لإيه لوصف المقبرة والقصة اللي هي اتقالت عنها. لكن احنا بقى تعالوا بقى مع بعض احنا بقى نثبت ونقول ان ما قال هي غرقت ولا اي حاجة من الكلام ده، وده اللي احنا هنعرفه مع بعض. طيب تعالوا نرجع بقى لورا خالص، نخرج من غرفة الدفن. لو بصينا على المقبرة من أول ما دخلت انت طبعا مش هتلاقي فيها نقوش، يعني قد تكون حاجات مش موجودة أصلا، قد تكون اتسرقت أو تعرض لبعض الحاجات، فمش هتلاقي فيها رسومات كبيرة. لأن البديهي طبعا دي بنت حاكم إقليم، مش هتعمل لها مقبرة مثلا بشكل كده، لأ ده أكيد شكلها كان أقوى من كده. لكن مش هنلاقي غير في حاجة اسمها نقوش موجودة. تمام. من أول ما تخش كده بوشك على ايدك الشمال وعلى ايدك اليمين، يعني ناحية ايدك الشمال وناحية ايدك الايه اليمين. تمام. ودي زي نقول ايه زي نصوص كده خاصة برثاء ليها، رثاء يعني حزن، يعني كان والدها كأنه بيمدح فيها وحزين عليها والفراقها إلى آخره. وبيحكي فيها إن بيقول فيها إيه بقى، إن بيحكي إن المعبودات هي اللي عملت المقبرة، واللي انت ليكي مكانة كبيرة. وده اللي احنا هنعرفه عشان احنا هنقرا مع بعض النقوش دي، لان جايب لكم الترجمة بتاعتها، لان لازم عشان من خلال الكلام ده هقول لكم جت منها فين اللي احنا بنقول عليها غرقت وكانت بتحب الى اخره. فاهمين القصد ايه؟ فالفكرة اول ما هتخش هتلاقي النقشين دول اللي هو نقوش الرثاء اللي كاتبها والدها ليها. طيب لو بصينا النقوش طبعا هو النقش الأول اللي احنا هنقراه ده الأول، وده بيحكي طبعا بيحكي أسطورة من الأساطير وحاجات خاصة بالمعبودات. والنقش التاني زي بيبقى إعادة صيغة للنقش الأول أو توضيح للنقش الإيه الأول، وده هنشوفه مع بعض. النقش الأول ده على إيدك الشمال، يعني وأنت داخل كده في وشك كده من حتة إيدك الشمال. تعالوا مع بعض نقرا كده النقش الأول بيقول إيه. تمام. ويعتبر نقش رثاء يعني في زي شعر، أداة شعر كده مكتوبة ليها. تمام. فتعالوا مع بعض نشوف النقش ده بيقول إيه. تعالوا نقرأ مع بعض لأن جايب لكم الترجمة لأن دي مهمة جدا. طيب بيقول يا إيزادورا. تمام. لقد شرعت نيلو، ونيلو دي هي كبرى بنات النيل، وطبعا احنا هنحل النص ده بس أول ما هنخلصه. حقا إن الحوريات الماء هن من شايدن لك هذا المخدع. وكلمة المخدع المقصود بها حجرة العروس اللي هي أصلا غرفة الدفن، ودي كانت تسميتها، وهشرح لكم الكلام ده أوضح لكم الكلام ده. فبيقول إيه حقا أن حوريات الماء أن من شهدنا لك هذا المخدع في تشكيل صدفة كتلك التي يحتضنها النهر في أعماقه، وهي أعجوبة قد يراها المرء في قصر أبيها، اللي هي الصدفة اللي احنا وصفناها في اللي هي الحنية بتاعت غرفة الدفن. طيب نكمل. وأقامت كيرينيا، وأقول لكم مين كيرينيا دي، وهي مرتبطة بأسطورة من الأساطير بقى اللي خاصة بالحوريات، وهي أسطورة هيليس. تمام. هيلياس، وأسطورة هيلياس دي تعتبر من الأساطير اللي أقول لكم عليها نبذة، ودي اللي مرتبطة بالفكرة بتاعت الغرق والكلام ده. تمام. وأقامت كيرينيا الأعمدة على الجانبين، هو قصده الأعمدة اللي هي اللي موجودة على الجانبين في الحنية في غرفة الدفن، لتكون شبيهة بالكهف الذي احتضن في هيلياس. تمام. أما حوريات الجبل فبعدنا اخترنا الموقع
يعني المكان أسسنا مقدسا لكي لا يكون نصيبك إلا الأفضل. أول حاجة أو ببساطة خالص تعالوا نشوف تحليل النص ده اللي احنا قريناه بيقول إيه. أول حاجة إن نلاقي إبداع الفنان اللي هو حول السرد القصصي أو الكلام اللي أنا قريته لشيء مادي ملموس. يعني إيه حول الكلام اللي أنا قريته لشيء مادي ملموس؟ كأنه هو بيحكي لي كده وبيقول لي أنا شايف اللي هو بيقوله. يعني شايف الأعمدة وشايف الصدفة وشايف المكان. فهنا ده إبداع من الفنان اللي هو قدر يحول السرد القصصي اللي أنا حكيته لجانب إيه؟ لجانب أو شيء ملموس اللي هو المقبرة نفسها. تمام، ده مبدئيا. لو جينا بقى للمعنى الرمزي للنص ده او بالنسبه للنقش الاول بالنسبه للحته اللي احنا قريناها دي، هنا والدها او والدها بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا خد بالك انا خليت ايزادورا شخصيه اسطوريه. يعني انا عليت من مكانتها، هي مجرد انسان عاديه، لا انا خليتها شخصيه اسطوريه. طب ليه؟ لان هو ربط يقول لك الحوريات ومش عارف وحوريات الماء التي احتضنتها مش عارف هيليس، وفاهمين القصد. فهو خلاها شخصيه اسطوريه او شبه مقدسه ليها مكانه كبيره، وده اللي هنقوله في النقش التاني. ده مش بس كده، دي بالنسبه للحاجه الاولى تمام، اللي هو خلاها شخصيه اسطوريه او ليها مكانه وهي واحده عاديه خالص. تمام، دي ببساطه. طيب تاني حاجة بيوضح لنا المعنى الرمزي للمقبرة. بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا خد بالك ان المقبرة تعتبر هدية او هبة من الآلهة. ليه؟ او هبة من الطبيعة، بمعنى ان الطبيعة ساهمت في اختيار المقبرة. ما هو بيقول لك لقد شرعت نيلو اللي هي النيل، بيقول النيل. تمام، حوريات الإجابة اللي هم اللي اختاروا الموقع ده. تمام، مش عارف، والكائنات الأسطورية وحوريات الماء وهن من شاهدنا لك هذا المجدع. فبالتالي هو جايب ايه؟ جايب قوة الطبيعة وجايب حاجات مختلفة، جايب النيل والجبال وكائنات أسطورية. فده بيعكس فكرة ايه؟ او بيعكس فكرة بيقول لك خد بالك هنا ان المكان ده اصلا اللي انت واقف فيه او اللي انت داخل فيه يعتبر مكان مقدس. دي رقم واحد وبديهية. وتاني حاجة يقول لك ان إيزادورا هي أصبحت شخصية زي ما بنقول كده شخصية مقدسة أو ليها أو شبه مقدسة، فبقت ليها مكانة كبيرة جدا. فخلي بالك هي إنسانة إيه؟ مش عادية. تمام، ده بالنسبة للنقش الأول. واللي حاجة قال لك إن حورية اسمها كرينيا، وركزوا في فكرة اللي هو الكهف اللي احتضنت فيه هيليس، عشان أحكي لكم القصة دي لأن دي هي اللي فيها فكرة الغرق. لو جينا للنقش التاني، النقش التاني موجود على ايدك اليمين مقابل ده على طول، على ايدك اليمين كده النقش التاني. طيب النقش التاني ده يعتبر هو صياغة للأولاني أو نقدر نقول هو فيه تفاصيل بقى أكتر. وخلي بالكم وركزوا معايا. بيقول إيه في النقش التاني بقى؟ بيقول لن أعود لأقدم القرابين بالنحيب أو من نحيب والرثاء. يعني أنا مش هقدم القرابين بالبكا يعني. تمام، يا ابنتي فقد علمت الآن إنك صرت إلهة. خلي بالكم بيقول لها إيه؟ فقد علمت الآن إنك صرت إلهة بالسكائب والنظر. يبقى بيقول إيه؟ فقد علمت إنك صرت إلهة بالسكائب والنظور. تمام، وهنوصل وهنشرح الكلام ده بعد كده. خلي بالكم بيقول أمر، بيقول إيه بقى؟ مجدوا إيزادورا. يعني بيقول إيه؟ مجدوا إيزادورا، مجدوا إيزادورا التي اختطفتها الحوريات حين كانت عروسا يافعة، اللي هي فتاة في سن الجواز، وده هنوصفه مع بعض. طيب بعد كده بيقول سلام لك يا صغيرتي في الحورية هو اسم ربات الفصول يسكبن لك سكبهن الخاصة على مدار العام. الشتاء يجلب الحليب الأبيض زهرة الزيتون، وبيوصف بقى إن كل فصل أو كل ربة فصل بتعمل إيه. تمام، ومنها مثلا بيقول في الربيع الورد المنفتح تلك الزهرة المحبوبة لدى إريوس وهكذا. تمام، بعد كده بيكمل هذا كله لك، كل هذا سيؤدي هنا ثانويا كما هي العادة للخالدين. لذلك يا ابنتي لن أعود لأقدم القرابين من نحيب والرثاء. تمام، ده بالنسبة للنقش التاني. يعني النقش التاني هو بيوضح النقش الايه؟ بيوضح او مكمل النقش الاول. ومن خلال الكلام ده نقدر نقول ايه؟ ان هنا ان ايزادورا هنا اتحولت من مجرد انسانة عادية خالص لواحدة ماتت عادي. ما هي دي فعلا هي ماتت موت عادية خالص يا جماعة، ولا غرق ولا اي حاجة. تمام، بس هنا نلاقي دي اتحولت من واحدة انسانة لشخصية ايه؟ مقدسة. وزي ما قلت لكم والتأكيد من النقش الأول شخصية كمان أسطورية.
فبقت حاجة كبيرة جدا. ده مش بس كده، ده بيقول لها ايه، ده بيقول لها ان رباط الفصول، يعني إن كل فصل من رباط الفصول اللي هو مسؤول على الفصل، يعني فصول من الفصول دي، ودي حاجات موسمية، بيقول لها دول هيقدموا لك القرابين. يعني تخيلوا ان ده هيبقى فيه ثبات، فيه استمرارية، لان الفصول دي مش بتنتهي، دي موجودة طول الوقت، طول السنة، طول العام. فبتخيل ان القرابين هتتقدم لها طول السنة، فده نتيجة لايه، لمكانتها، ان اصبحت شخصية مقدسة، فبيتم تقديم ليها القرابين بشكل كبير جدا. ونلاحظ ان من خلال النقشين ان نلاقي ان النقش الاول هو بمثابة الاساس اللي اعتمد عليه النقش التاني، يعني اللي هو عايز اقول ان الاتنين بيكملوا بعض والاتنين مهمين. قصة الغرق جت منين، وليه قلنا بقى القصة اللي انا قلت لكم في الاول، اللي هي الروايات اللي اتقالت دي، يقول لك دي كانت بتحب وغرقت او انتحرت وهو الى اخره. هنا جاية من نسبة اللي اتذكر في الأسطورة، اللي هي أسطورة هيليس، اللي هو اللي غرق بكل بساطة، اللي هي كرينيا، اللي هي حورية كرينيا اللي هي خطفته. طب اللي هي الأسطورة دي ببساطة أو بكل بساطة إيه قصتها دي باختصار؟ وعلى فكرة الأسطورة دي أصلا منتشرة في كذا حتة، مش منتشرة في المقبرة دي بس. بكل بساطة الأسطورة كانت بتقول إن كان في شاب وسيم جدا اسمه هيليس، تمام؟ فهو كان ماشي او ماشي ناحية المية او ايا كان، الحوريات بتوع الماء شافوا شكله فاعجبوا بشكله، فبكل بساطة خالص خطفوه عندهم او شدوه عندهم. فهو غرق، فهو زي ما بقول لك كده اختفى، اتشد خلاص، يبقى غرق بقى تحت المية خلاص، فيعتبر تحت المية، ما يبقاش ولا ميت، يبقى بكل بساطة مات. فهم من خلال كده او بعض العلماء او بعض الناس او الاقاويل والقيل والقال استنتجوا، قال لك خلاص يبقى طالما اسطورة هيليوس والغرق واتشد، يبقى هي كمان اكيد ان ايزادورا هي كمان نفسها غرقت، لان هي اكيد اتشدت فغرقت، فده من ضمن الحاجات اللي حصلت ليها. لكن الكلام ده مش كده، وده هنقوله برضو. طيب لو بصينا للاسطوره نفسها اللي هي اسطوره هيليوس دي، هنلاقي اصلا ان الاسطوره دي منتشره بشكل كبير جدا اصلا، بشكل سواء نقوش، كلام، او تصاوير ليها، موجودة في أوروبا وشمال أفريقيا بشكل كبير جدا، تمام؟ ده بالنسبة للأسطورة دي. وعلى فكرة الأسطورة دي كانت مشهورة جدا أو معروفة جدا بالنسبة في العصر اليوناني والروماني بشكل كبير جدا. فبالتالي لو احنا استنتجنا بكل بساطة خالص، فلو الأسطورة دي موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، مش معقولة كل دول يبقوا غيره. يعني بكل بساطة، مش عايز ما تفهمنيش إن كل واحد في المقابر ده يبقى غيري، لا، يبقى بكل بساطة هي أسطورة بتعبر عن فكرة إيه، تمجيد هذا الشخص أو وصوله لحاجة مقدسة. وده اللي والدها عايز يوصله لنا، يقول لنا خدوا بالكم إيزادورا دي مش شخصية عادية، مش إنسانة، خلي بالكم دي مقدسة، وأصبحت كأنها في مصاف الآلهة كمان، يعني حاجة كبيرة جدا، تمام؟ طيب دي حاجة. طيب حاجة تانية احنا نلاحظها، هنلاحظ إن في الأسطورة اللي احنا بنتكلم عنها، الأسطورة بيتكلم عنها ده أسطورة ذكر، يعني هو بيقول واحد اسمه هيليوس ده راجل ذكر شاب. طيب المقبرة اللي أنا بتكلم عنها مقبرة أنثى بنت. طب أنت إزاي، اشمعنى إزاي دمجتلي، ليه جبتلي ده مع ده، ليه ما جبتش مثلا الأنثى حاجة خاصة بيها كأنثى، يعني فاهمين قصدي إيه؟ يعني هو جاب ذكر، بيقول أسطورة ذكورية زي ما نقول يعني، وهي بنت، فإيه الاستغراب؟ إحنا نقدر نستنتج أو نقول إن في الفن اليوناني، وخاصة في الفن اليوناني بالذات، يعني كان عندهم فكرة انفتاح الحدود شوية بين الرموز الذكورية والأنثوية، يعني ما عندهمش زي يقول لك كده التفرقة في الحتة دي. عشان كده هو عبر بالأسطورة وكمكانة ليها أيا كان بالأسطورة أو بشخصيتها دي. وخلي بالك هو من ضمن الكلام بيقول لها إيه، بيقول لها من ضمن الكلام خاصة في النقش التاني، بيقول لها الحورية هو اسمك. يعني دليل على ايه، دليل ان البنت نفسها ايزادورا اتحولت لحورية، يعني اما غرقت او لما اتاخدت بقت حورية من الحوريات، فبالتالي حورية من الحوريات بقت ليها مكانة كبيرة، بقت لك فتنعم بمكانة أخرى. فهمتوا القصد إيه؟ وهي طبعا ولا غرقت ولا أي حاجة، لكن الفكر كل ده هو من خلال كلام اتقال ليها أو تمجيد وتعظيم. زي ما أقول لك كده، أنا عايز أعمل حبكة درامية، أصل هي مين دي؟ ما أنا دي معرفهاش، فاهمين؟ فلازم أعمل الكلام ده، وهنكمل أكتر. طيب واحد يجي، تعالوا نسأل نفسنا وتعالوا نعقد نفسنا شوية، طب هو ليه اختار الأسطورة دي بالذات؟ ما هو في أساطير يونانية كتير جدا، طب اختار لي الأسطورة بتاعت الغرق دي ليه؟ ليه ما اختارش أي أسطورة تانية؟ هنا بقى بيلعب الدور اللي أنا قلت لكم عليه في الأول خالص، اللي هي فكرة امتزاج الثقافات، امتزاج الثقافات ببعض، ومحاولة اليونانيين التقرب من المصريين. طب ازاي؟ بكل بساطة خالص، الأسطورة هنا بتقول ايه، غرق ومية
بكل بساطة يعني ده شخص وغرق مية وشرط نيلو اللي هي كبرى بنات النيل ومعرفش ايه وإلى آخره. فكرة المية دي مرتبطة بفكرة النيل، النيل ده موجود في الحضارة المصرية القديمة، فبالتالي هو حب يجيب شيء موجود في دولة. تمام، ركزوا. حب يجيب شيء موجود في دولة ويعملوا امتزاج بالثقافة، بالأسطورة بتاعة الايه الحضارة اليونانية دي، عشان يبقى في امتزاج وكأننا احنا زي ما نقول كده احنا متشابهين مع بعض. فاهمين قصدي؟ يعني مفيش اختلاف ما بيننا، اللي هي الفكرة في كده. فالفكرة قايمة على فكرة ايه؟ فكرة النيل، فكرة المية. تمام، ده بكل بساطة عشان فكرة الأسطورة والارتباط بالماء. لدرجة إن هيرودوت كان بيقول في كتابه، وهيرودوت هو اللي بيقول، يعني بيقول لك أنا سمعت وعرفت، بيقول لك إن المصريين لو حد غرق أو أكلته التماسيح يصبح شخصية أسمى من البشر، يعني شخصيته تبقى أعلى بكتير. فلذلك الفكرة بتاعت الأسطورة، بتاعت أسطورة الهيليوس ده، وما جابش أي أسطورة تانية عشان فكرة ارتباط الثقافة بالحضارة الإيه؟ بالحضارة المصرية. طيب، دي حاجة تانية، فكرة البحث نفسها. ايه البحث دي؟ اللي هو البحث عن جسد ايزادورا او البحث عن جسد هيليوس. ما هيليوس ده لما وقع في الميه اختفى، فاحنا بنبحث على جثته او هو راح فين. ففكرة البحث دي كفكرة بحث هي مرتبطة بإيه؟ مرتبطة برضه بالحضارة المصرية كفكرة البحث على أوزوريس، لما برضه أيا كان طبعا أسرة أوزوريس وست طبعا والقصة المعروفة، ومش هحكي لكم في تفاصيل، بس من ضمنها هو اترمى في النيل أو اترمى أجزاء منه، ففضل البحث عليه بشكل كبير جدا. فاهمين قصدي ايه؟ فهي نفس فكرة الارتباط، فعمل لك حاجة اسمها ايه؟ الامتزاج الثقافات، عشان نقدر نقول لك نقدر نقول ان ده وده يبقى احنا كأننا واحد مع بعض. ومن خلال كل الكلام ده او من خلال الحتة دي نقدر نقول ان هي غرقت. لا، ما غرقتش، يعني بكل بساطه واثبات اهو نقدر نقول ان هي ما غرقتش، لان زي ما قلت لكم ان الاسطوره نفسها موجوده في كذا نقوش تانية او موجوده في مناطق تانية ومنتشره بشكل كبير، فبالتالي هي تعتبر ايه؟ ما غرقتش. ودي من اول الدلائل اللي احنا نقول عليها. فنقدر نقول ان من خلال الكلام اللي اتقال عليها ده ان هي ما غرقتش، هي وصلت لمصاف الالهه، وان الاسطوره اللي بتتقال عليها هي أسطورة تخليها شيء مقدسة أو حاجة كبيرة. واختارها دي زي ما قلت لكم الأسطورة دي بالذات ليه؟ عشان فكرة امتزاج الثقافات بالثقافة المصرية أو بالحضارة المصرية للتقرب أكتر وأكتر. وكل ده أو قايم على إيه؟ يعني يبقى الفكر ده أكتر، ويبقى فيه دايما تذكرة إن إحنا متشابهين بالنسبة لليونانيين وبالنسبة للمصريين. طب ومن خلال الكلام كمان نلاقي إن اختطاف الحوريات ليها زي ما اختطفوا هيليس كده، هنلاقي ان ده تعبير مجازي، ما بيدلش على الجرأ. ليه؟ لان ده تعبير مجازي، لان والدها قال بعد كده في النقش، قال لك الحورية هو اسمك، يعني ده اللي هي اصبحت زيهم او في مكانة زيهم. طب هو عرف منين؟ لان هو عرف منين ان الحورية هو اسمك او بقيت انت ده؟ ما هو شافها مثلا؟ لا. هو الفكرة كلها بكل بساطة ايه؟ ان كلمة الحوريات بالنسبة للفكر ده او بالنسبة في الناحية اليونانية هو خاص بالحياة أخرى سعيدة، أو زي ما بيقول لك كده هينعم المتوفي بحياة أخرى سعيدة. فاهمين القصد؟ عشان كده هي دي الفكرة. فنقدر نقول هي ما جرأتش بنسبة كبيرة أو بنسبة 100%، هي ما جرأتش. تمام، وكمان هي ماتت في سن صغير، يعني هي ماتت عروسا يعني فعلا بقى ألف نقش. فبكل بساطة هي ماتت في بنت في سن الجواز بقى أيا كان. فبالتالي نقدر نقول هي ما جرأتش. وكمان إن الأحداث أو الكلام اللي اتقال بالنسبة للرثاء اللي اتكتب عليها، اللي هو ناحية أسطورية والناحية التانية بيوضح، هنا تلاقوا إن هو مش أحداث حقيقية. يعني لو بصيتوا أو ركزنا إن هنا مثلا مش بيقول حدث حقيقي وتقرير وفاة، يعني كأنه مش كاتب تقرير يقول لك إنه مثلا في العام الفلاني حصل كذا كذا وسحب كذا وحصل كذا. لا 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 خالص، ده بيقول الكلام بطريقة شعر. تمام، فاهمين القصد؟ يعني كأنه استخدم صيغة لغوية وفيها نوع من البلاغة والفصاحة للتعبير عن إحساس فقد بنته. ما هو واحد فقد بنته ماتت، فهو إحساسه بده فحب يعملها بالطريقة وبالصيغة دي. فهمتوا القصد؟ فنقدر نوضح أكتر ونقول أكتر إن مفيش حاجة تقول اللي هي غرقت، وإن ده مش تقرير وفاة، مش تقرير اتكتب أو اتقال ووضح لنا إن هي حصل لها واحد اتنين تلاتة. لا، ده كلام اتقال بصيغة فيها نوع من البلاغة ونوع من الوضوح. تمام، طيب. وكمان من الكلام اللي انا قلته لكم في الاول واقوله لكم تاني، فكره التحويل السرد القصصي لشيء ملموس او شيء مادي، ان الفنان حول الكلام اللي كتبه وقاله لشيء مادي. يعني
بالنسبة للمقبرة لما اتكلم على فكرة الكومة او فكرة الحنية اللي انا قلت لكم عليها في غرفة الدفن، اللي فيها العمودين واللي فيها الكلام ده. وعايز اقول لكم بكل بساطة ان اصلا ستايل الحنية اللي موجود، الفتحة واللي فيها ده والصدفة او الشكل ده اصلا منتشر في مقابر تانية رومانية. يعني مش في الحتة دي بس، او مش اول مرة نشوفه هنا بس، لا، ده منتشر في كذا حتة تانية. فبالتالي احنا نقدر نستنتج بكل بديهية او بكل بساطة ان اكيد هي مثلا مش كله غرق ولا حاجة، لا، هي الفكرة مرتبط زي ما قلت لكم بالاسطورة او تعظيم الشخص او تمجيد الشخص ده. تمام. طيب، من ضمن الكلام اللي هم استخدموه كمان، اما قالوا ايه، اما قالوا ان حوريات المية عملوا المخدع بتاعك اللي هي اصلا غرفة الدفن، بس بيتقال عليه اصلا في اليونانية المخدع. تمام، او مخدع العروس. والمكان ده زي كانوا يعني نقدر نقول ده صيغة بلاغية فيها زي استعارة كده، حاجة في البلاغة، يعني بتعبر ان اصلا ده كان تعبير شائع بيقول لك ان البنات اللي ماتت او الشابات اللي ماتت في فترة سن الزواج ايا كان بقى سنهم ايا كان، بس هما لسه ما اتجوزوش، كانوا بيستخدموا الاسلوب ده او المصطلح ده بالنسبه لغرفه الدفن. فاحنا ما نقولش عليه احنا كداخلين نقول عليها غرفه دفن عاديه، بس في الوقت واحنا داخلين ما نقولش عليها غرفه، احنا نقول مجدى العروس، لان البنت ماتت في سن ايه، في سن قبل ما تتجوز، يعني فاهمين القصد ايه. فبالتالي كل ده وكل الكلام اللي بيوضح ده ان هي ما جرأتش، ان بكل بساطه خالص ان والدها حب يعمل ليها قصة، يعمل بيها قصة وحكاية ورواية وكلام كتير يتقال، لأن هي مين دي أصلا؟ مين هي إيزادورا دي؟ هي ابنة حاكم إقليم، بس مين عملت إيه في حياتها؟ فتخيل لما كله يتكلم عنها وقيل وقال، فاهمين القصد إيه، والكلام ينتشر فيصبح ليها سيرة، إن الشخص بينقطع بمجرد وفاته، لكن تصبح سيرته موجودة بقى بذكراه دايما بشيء يفكرك بيه، فاهمين القصد إيه. فهو ده الفكر اللي وصله، واللي والدها عمله، خاصة لما قال لك دي شخصية أصبحت مقدسة أو وصلت لمصاف الإيه، الآلهة. وبالمناسبة عايز أقول لكم حاجة، عايز أقول لكم إن إيزادورا بعد كده من خلال الكلام القيل وقال، لما على فكرة جم الفتح الإسلامي ودخلوا مؤرخين العرب كتبوا بالنسبة لمصر، أو ناس كتير كتبوا، وفي بعض منهم كتبوا وقال لك إن كان في حاجة اسمها عروسة النيل، وإن المصريين كانوا بيرموا بنت يعني جميلة وبتاع في النيل عشان النيل وخيرات النيل. الكلام ده طبعا مش صح. عايز اقول لكم ان اصل الكلام ده جاي منين؟ جاي من مقبرة ايزودورا. تمام، جه من المقبرة دي. ومن خلال الكلام القيل وقال كله بينقل، مش بينقل احداث مظبوط، يعني شخص ممكن ينقل حدث غير شخص ينقل نفس الحدث، بس تلاقيه بيبالغ في الكلام. وخلي بالكوا ده حاجة كده أصلا موجودة في الناس، يعني محدش هينقل لك كلام بنسبة 100%، لأن الكلام يختلف والدنيا تختلف وكل حاجة تختلف. فهمتوا القصد إيه؟ وتخيلوا إن دخول الفتح العربي بقى 641 ميلاديا، والكلام ده أو هي اتدفنت بقى 125 ميلاديا، ففي فرق كبير جدا. فعايز اقول لكم ان الفكره كمان مرتبطه بفكره عروسه النيل، بس اللي هي اصلا دي كان كلها تسميه خاطئه او شائعه بسبب القصة أو بسبب بتاع إيزادور. فزي ما أنا بتكلم عنها، وزي ما خلينا يبقى ليها قصة وحكاية ورواية، أنت كمان هتتكلم عنها، عشان كده اتعمل لها القصة والحكاية والرواية دي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.